كده خلصنا تربيط المسامير بتاعت الظهر كله. نبدأ نجيب بقى الكادي ونجيب السي دي روم او الدي في دي القديم عشان هناخد منه قطعة مهمة. شايفين الديل ده، الجزء دي، القطعة دي هي اللي بيتربط فيها المسمار هنا، فتثبت الدي في دي مكانه بحيث لو تتحرك باللاب او حاجة ما يطلعش ويقع منه. فدي لازم نفكها وننقلها في الظهر هنا. ده الدي في دي اللي تحت وده الكادي اللي فوق. هنفك القطعة دي وننقلها في المسمارين دول عشان تمسك الكادي بالهارد الجديد في مكان المسمار هو. في ناس بتنساها لما تركب الكادي. هو عادي ممكن ما يحصلش مشاكل ولا حاجة، بس لا قدر الله انت بتتحرك ممكن الوصلة مثلا تفلت، هيبقى ماسك على الوصلات بس تفلت ويقع منك الهارد مثلا، او غير كده ممكن اهتزاز مثلا في الوصلات يخلي لك الهارد مثلا يتحرق. فليه؟ انا يا دوب حته بسيطه هنقولها وخلاص. فك المسمارين بتوعها كده. انا هبعد لكم اللي وخلص بس المسمار. فك المسمار الثاني بالشكل ده، وادي قطعه طلعت كده. الدي في دي القديم او بتاع الاسطوانات مش محتاجينه في حاجه تانية. همسك بقى الكادي، همسكه مقلوب كده بالشكل ده، واركب دي مقلوبه كده، يبقى الناحيه الكبيره دي على الظهر مش على الوش، وابدا اربط المسامير بتاعتها تاني. ظبط مكان المسامير كده وابدا اربطها بقى بالشكل بحيث تبقى الديل بتاعها بالمنظر ده كده، بحيث لما تركب هي بتركب مقلوبه كده. فالديل ده هيربط مع المسمار ده في جسم اللاب عشان ما يطلعش منه. حط دقيق كده. والكادي بيجي معاه 4 مسامير زي كده. هقول لكم ايه عايزتهم دلوقتي. حطهم على جنب